أحد السلف سئل قالوا كيف تخشع في صلاتك؟ قال بأربعة أشياء أو خمسة احفظوها وطبقوها. قال إذا كبرت الله أكبر أتذكر أن الله أمامي، يقول أستوعب أن الله يراني، لأن في الحديث أن الله ينصب وجهه تلقاء وجه عبده إذا كبر. الله أكبر، هذا واحد. اثنين، أتخيل الجنة على يميني. الآن تخيلوا وأنتم معي، الله أكبر، استشعر أن الله أمامك وله المثل الأعلى، أن الجنة عن يمينك، كنت كده مكبر تحس أن الجنة الرسول فيها، الأنبياء، الصحابة، النعيم، وأن النار عن يسارك فيها عذاب مقيم وفيها زقوم وفيها نار. قال وأن ملك الموت خلفي ينتظرني، بس اما في الصلاة يقبض روحي ولا بعدها. وأن الصراط تحت قدمي، الصراط تحتي. واحد هذا وضعه في الصلاة، كيف راح تكون صلاته؟ قطعا سيخشع وقطعا سيدرك قيمة الصلاة. إذا صليته باختصار، إذا صليت صلوا صلاة قد تكون الأخيرة أو قد تكون هي المقبولة. يمكن ما يقبل منك إلا الصلاة، ويمكن تكون صلاة المغرب لنا ما يدرى، والله ما ندري، يمكن الآن يؤذن العشاء على بعضنا قد مات أو نحن نموت. إذا صليت فرض صلها على أنها الأخيرة، لأنك ما تدري تحيا بعدها أو لا، وقد تكون هي المقبولة فيفتح لك أبواب الرزق من الأرض والسماء. ولذلك وقال بعض السلف كنت أخشع في صلاتي إذا كبرت الله أكبر، قال أكبر بتحقيق. شوفوا كيف تكرار القاف، وهذا جاء على التأكيد، وهذا في البلاغة. قال تحقيق يعني أكبر الله أكبر، أعرف تحقيقا أن الله أكبر من كل دنياي. عندي هم، عندي دين، عندي مشكلة مع زوجتي، أولادي في سجن، عندي أي مصيبة لديك، اعرف أنك لابد أن تعرف أن الله أكبر منها. أكبر بتحقيق. قال وأقرأ بترتيل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اليوم أنا في إذاعة القرآن الصبح على هواء مباشرة تكلمت عن الحمد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته. الحمد لله، في حديث عن النبي ما حمد عبدا ربه إلا أعطاه بكل حمد خيرا. الحمد لله والله يجيك خير. يمكن الخير هذا مو بمادة، لكن وانت جالس يجي ولدك يحب يدك، جزاك الله بالخير يبا، يحب راسك، هذا خير، هذا خير. يمكن يصرف الله عنك من السوء ما لا تعلم. قال أقرأ بترتيل. قال وأركع في خضوع سبحان ربي العظيم، وأسجد في خشوع، وأجلس في طمأنينة، وأتشهد على يقين، يعني التحيات.